هلا هلا بيوم جديد ورزق جديد وخير عليكم يا رب، وقول امين ان شاء الله كلكم بخير وزي الفل واحسن حال. هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها فرانشايز. يعني ايه فرانشايز وايه الاختلاف بينه وبين انك تفتح مشروع خاص بيك؟ فرانشايز ده ان انت بتاخد علامه او براند تجاري معروف اسمه في السوق، وبتاخد منه توكيل او زي بما معناها وكاله، تفتح بيه نفس المشروع ده. الاختلاف بين الفرانشايز وان انت تفتح مشروع خاص بيك او من بابه. دلوقتي نعرف ايه الاختلاف بينهم. بعض المستثمرين او الناس اللي عايزه تعمل مشاريع بتفكر ان اول بدايه مشروعها بتقول اخد مشروع من بابه، من اول كل حاجه اختيار المكان وان انت تبني البراند بتاعك وتعمل برودكتس والسيرفيس وكل حاجه، او انك تختار ان انت تاخد زي وكاله او زي فرع من براند مشهور زي كنتاكي او ماكدونالدز. بالنسبه لك مين اسهل او مين احسن؟ طبعا لكل حاجه فيهم ليها مزاياها وليها عيوبها، بس المستثمر من دول لو ما كانش حد بيفتح مشروع مثلا او يبتدي حياته مستثمر كبير، طبعا بيقعد يفكر بين الاختيارين وانهي الاختيار فيهم افضل. فاغلب المستثمرين بيرشحوا ان هم يروحوا للاختيار الاسهل، ان اوريدي في براند باني سمعته وعامل شهرة ليه وليه كيان في السوق، فيحب يروح له على طول. ايه بقى المزايا بتاعت الفرانشايز وعيوبها، وايه المزايا بتاعت المشروع اللي انت بتبتديه من اول وجديد وعيوب؟ مزايا المشروع الجديد بتبقى عبارة ان انت بتبني مشروع خاص بيك بتاعك، هيرجع لك المزايا بتاعته او البنفيتس او البروفيتس بتاعتك في الاخر كلها ليك، محدش هيشاركك فيها او حد هيقول لك تعالى وريني حساباتك او وريني تفاصيل البراند ده او اي حاجه ايا كان. الفوائد بتاعه المشروع بتاعك اللي بتبتديه من اول وجديد انك انت بتعمله من A to Z برايك الشخصي، حر فيما تملك، محدش ليه علاقه بيك. والبنفيتس او البروفيتس اللي بتجنيها في الاخر دي بترجع لك انت في شركتك انت، محدش ليه قرار عندك، انت صاحب القرار الاول والاخير. بلس ان انت من اول اختيار المكان لكل التفاصيل دي للقوانين بتاعتك للعقود للورق، كل ده بيرجع ليك انت في الاول وفي الاخر. اما العيوب بتاعته ان انت بتبني من اول وجديد طبعا وبتصرف تكاليف كتير جدا، وان انت بتختار مكان وبتبدا كل تفاصيل البروجكت بتاعك انت بتبنيها من اول وجديد، يعني بتدفع تمن الماركتينج والبراندنج لده. فده بيبقى لود كوست عليك ودفع في تكاليف كتير قوي، فبيخليك تبقى في الاخر مش عارف المشروع ده هينجح، هيحصل ايه، طب انا مش عارف. طب ده المزايا والعيوب بتاعت البروجكت انت بتديها من اول وجديد. طب بالنسبه لو انت بتاخد بقى فرانشايز، وده اللي بيفضله اغلب المستثمرين، ان انا اروح على براند زي ماكدونالدز او كنتاكي او غيره او غيره واخد منه فرع او وكاله. معناها ايه ان انت تاخد فرانشايز منه؟ انت بتحقق الامتياز ان انت تاخد المشروع ده وتطبقه، زي انت بتشوف فروع كتير جدا من كنتاكي او ماكدونالدز وغيره في اماكن كتير وفي بلاد كتير. ده معناه ان كل الفروع دي ملك الماكدونالدز او كنتاكي؟ لا، كل الفروع دي عباره عن حق امتياز او فرانشايز، ان انت بتروح للبراند نفسه تقول له انا عايز افتح مكان او مطعم للبراند بتاعكو في بلدي او في محافظتي او ايا كان هيكون فين. فبتتفق معاه اذا كان بيبقى بياخد مثلا نسبه ارباح، بياخد مبلغ معين مثلا في الاول ايا كان كل براند طبعا وطبيعه التعامل معاه. بعديها انت بتبدا تختار مكان، وطبعا هو معاك خطوه بخطوه في اختيار المكان، والعقود القانونية بتبقى ليها شروط معينة مش عشوائية. اختيار الستاف بتاعك، المنيو بينزل نفس المنيو بكل التفاصيل دي هو متدخل فيها، فما تقدرش تعمل حاجة انت على مزاجك من غير ما يكون هو عارفها او تحت السقف بتاعه. بس ايه المقابل ليه؟ الامتيازات اللي انت بتاخدها، انت داخل السوق وانت ليك اسمك وبراند مشهور وسمعة، فانت بتاخد ده ارباح، فانت داخل على طول يعني انت داخل انت هتكسب، لسه مش هتبني من اول وجديد اسم وسمعة وكواليتي وحاجة تقيلة في السوق. فده الامتياز بتاعه، ان انت هيخش لك ارباح وحاجات على الجاهز لانك اوريدي الحاجات دي، بس طبعا انت بتدفع ثمنها في الاول، يعني بتدفع حق الامتياز ده في الاول. الحاجة اللي مش حلوة الديفول اللي في الموضوع، ان انت البراند ده بيتدخل في كل تفاصيل المشروع، انت مش لوحدك، انت مش معزول تماما عنه. حصل مشكلة او انت خليت بشروط العقد، هو من حقه يقاضيك، من حقه يتدخل في تفاصيل. لو التتبيلة مثلا بتاعة الأكل مش نفس التتبيلة، هو من حقه يتدخل ويبقى فيه مشكلة كبيرة كمان. فدي امتيازات وعيوب الفرانشايز وامتيازات وعيوب المشروع. فأنا عايزة أعرف انتوا لو مكان أي مستثمر ممكن تفكروا تاخدوا فرانشايز ولا تعملوا مشروع من أول جديد؟ كان معاكم أسماء الجندي من بزنس بايتس. شكرا ليكم وأتمنى ليكم يوم سعيد إن شاء الله.